السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا في احسن الحال. اليوم شاركت معكم واحد الفلان اللي هو ساهل واقتصادي وكيجي خطير صراحة، كيجي بنين وغزال. كنتمنى تجربوه وكنتمنى تتبعوا معايا الطريقة والمقادير حتى الاخر. كيف كتشوفوا معايا انا هنايا غادي نوجد معكم واحد الفلان اللي هو ساهل. انا جبت واحد الموليليكس ولا خلاط، غادي نوضع فيه واحد نص لتر ديال الحليب، وواحد بنانه صغيره مقطعه، ما تعملوها شي كبيره، غير تكون غير صغيره، واذا كانت كبيره قيو غير نص ديالها. هنا عندي واحد 5 ديال التمرات ولا 6 قطعتهم هانتوما كتشوفوا، وواحد البيضه. السر هاد الفلان هو هذاك البيضه، الصراحه كيجي غزال غزال غزال، كنتمنى تجربوه. صافي انا وضعت ديك البيضه وواحد 2 معالق ديال السكر، لانه مخصناش نكثروا بزاف. ديك البنان حلو وديك التمر خصنا يجينا ما زعما كمعوض وصف. انايا واحد ساشي ديال فلون، كيف كتشوفوا فلون عادي. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان، ودابا غادي نوضعهم في واحد الكسرونه. هانتوما كتشوفوا كيجي دا الفلان كيجي خاسر صراحه، وملي كيتطحن فيه داك المكونات كيجي غزال. هنا لقيتو فوق البوطه، ولكن للتذكير لقيتو في ديك الكاسرونه ما تسعليش، وهنا رجعته في الطنجره وقيتو على البوطه. وانايا كنستمر بالتحريك حتى كيغلي، كيطلع فيه الغليه وكنطفيلو. انا في هذا القالب كنت وضعت فيه الكراميل، ضروري سبقته هو الاول، ما تصورت ليش لقطه معاكم. صافي دخلته النبيره حتى برد، ودابا ها هو خرجته وغادي نزينو وانتم كتشاهدوا معايا. التزيين كيبقى اختياري على حسب الاذواق ولا حسب مهم اللي متوفر. انا هنايا زينته غير بالفراوله. صراحه دابا الوقيته ديال الفراوله كنستعملوها بزاف. زينته بهاد الطريفه ديال الفراوله، وغادي نرش عليه واحد شويه ديال الكاكاو ولا الفول السوداني. المهم انا كنقولو كاكاو محمر هيدا مهرمش واحد شويه. وصافي التزيين كيبقى اختياري صراحه. هاد الفلان كيجي خطير، كيجي غزال غزال وبنين، كنتمنى تجربوه وكنتمنى زعما يعجبكم. صراحة فيها المكونات كلها طبيعية وصحية، التمر مزيان والبنان والفراولة، المهم داكشي كامل اللي مزيان. وصافي كيف قلت لكم هنا السر هاد الفلان هي ديك البيضة، صراحة كيجي روعة، كيجي غزال غزال. انا بغيت نوري لكم حين كنت كنزولو من القالب، ولكن ما تصورت ليش اللقطة. دابا غادي نقطعو معكم وشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي صراحة عاقد وكيجي شابر في راسو. هانتوما كتشوفوا معايا. حتى في التقطيع ديالو كيجي الصراحة واقف، كيجي مزيون. انا مباشرة قطعته كنوري لكم قدام الكاميرا عادي، ما كاين فلتر لي والو. ودابا غادي نذوق وانتم كتشاهدوا معايا. هانتوما كتشوفوا كيف العاده ملي كنعمل شي حاجه وكنصورها معاكم كنبغي نذوق قبالتكم باش كتشوفوا حتى نتوما الطريقات وكيفاش كيجي. اكيد ما غاديش تعرفوا حتى تجربوه، ولكن الشكل راه هو باين واضح. كنتمنى تجربوه، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف، ما يكونش طويل. وعباشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. والسلام عليكم، الى اللقاء الفيديو القادم بحول الله.